بعد ما شفت 5 حلقات من مسلسل كوبرا للفنان محمد امام، وطبعا مسلسل يضم نجوم كتار جدا وهنتكلم عليهم طبعا بعد الانترو، فهل يا ترى يا ابو حميد مسلسل كوبرا زي ما محمد امام معودنا على طول في رمضان بيبقى مسلسل مختلف كده في نص رمضان، بيبقى من النوع الاكشن كوميدي؟ هل مسلسل حلو وهتكمله ولا ايه الكلام؟ كل ده هنتكلم عليه بعد الانترو على طول ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي حلقه بتوع افلام، اتمنى ان انتوا تزبطوني لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب الشانل لو لاول مره. طبعا لو اي حد بيتفرج على الحلقه دي بيتفرج عليا لاول مره وعجبه المحتوى وعجبته الحلقه، طبعا ما تبخلش عليا بالاشتراك، وطبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واوعوا تنسوا كل اخواتنا في الوطن العربي سواء بالدعاء او سواء بالتبرع، هسيب لكم لينك التبرعات تحت في الديسكربشن لاهلنا واخواتنا في غزه تحت في الديسكربشن. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام مسلسل كوبرا من بطوله مع حفظ الالقاب للجميع محمد امام، مجدي كامل، هشام اسماعيل، كزبره، احمد فتحي، علاء مرسي، منى فضالي، دنيا ماهر، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، ومحمد ثروت. المسلسل من اخراج المخرج الدرامي، يعتبر اغلبيه اعماله دراما، المخرج احمد شفيق اللي اخرج قبل كده لمحمد امام مسلسل خطوط حمراء اللي كان من بطوله الفنان احمد السقا. والمسلسل من تاليف المؤلف احمد محمود ابو زيد. فيا ترى يا ابو حميد هل المسلسل عجبك ولا لا؟ هل هتكمله ولا لا؟ طبعا بالتاكيد انا هكمل المسلسل، وبالنسبه لي بعد اول 5 حلقات عايز اقول ان المسلسل ده حتى الان برغم ان هو المفروض ينتمي لنوع الاكشن والاثاره ثم الكوميدي، وطبعا دي نوعيه محمد امام اللي هو يشتهر بيها عموما، انا ضحكت في المسلسل ده اكتر من مسلسلات كوميدي كانوا موجودين في الموسم ده انا ما ضحكتش فيها نفس كميه الضحك دي. وطبعا هذكر لكم مين اللي ضحكني جامد ويعتبر من اكتر الناس اللي ضحكوني في المسلسل ده حتى الان، بس لما نخش شويه في الايجابيات. ولكن نبتدي دلوقتي بايجابيات المسلسل. كالعاده يا جماعه محمد امام انا بالنسبه لي اثبت اوفيشلي كده رسميا ان هو افضل واحد في مصر بيعرف يعمل الاكشن كوميدي، سواء في الدراما او سواء في الافلام. محدش يعرف ينافسه في الحته دي حتى الان. وانت عارف وانت داخل على المسلسل انت داخل على ايه؟ انت داخل على نوعيه قصه شعبيه شويه، وشعبيه بطريقه مسليه، وطريقه بقى ما فيهاش فزلكه كتير وحوارات كتير، ولكن برضو في نفس الوقت انت عمال تتشد للقصه حلقه ورا حلقه. انا بالنسبه لي حتى الان بعد اول 5 حلقات انا مبسوط جدا. الكاست يضم نجوم فعلا ادائهم كان مختلف وجامد جدا في المسلسل. نبتدي بمثلا صديقي احمد عبد الحميد، انتوا عارفين ان هو صديقي اساسا وان انا بحبه جدا، وان هو في كل دور بيختلف عن الدور اللي بيعمله، ودي اكتر حاجه انا بتعجبني. دوره في المسلسل ده خطير خطير. ليه؟ لان انا عارفه في الحقيقه هو مش كده خالص، فانك انت تشوف بني ادم عامل شخصيه مختلفه تماما عن هو في الحقيقه، وان هو بيقدمها بطريقه حلوه جدا، وانك انت تبقى ند بند لمحمد امام يعتبر هو الفيلن بتاع المسلسل اللي هيبقى ما بينهم صراعات كتير. برافو عليه برافو عليه برافو عليه، وربنا يوفقك يا رب. انا فخور بيك جدا جدا الصراحه. اما الايجابيات الثانيه معانا يا جماعه، انا قلتها لكم قبل كده في فيلم الحريفه. كزبره يا جماعه احنا قدام موهبه بسم الله ما شاء الله، بجد الكاميرا بتحبه، مجرد طليته كده على الكاميرا الواحد بيضحك. فدي موهبه ودي نعمه من عند ربنا. حافظ عليها كزبره، حافظ عليها ونقي الادوار ارجوك خلال الفتره الجايه. ما تحرقش نفسك ارجوك، ما تحرقش نفسك، انك انت فعلا حتى الان بعد تجربتين انا شفتهم لغايه دلوقتي، فيلم الحريفه وحتى الان في مسلسل كوبرا، بسم الله ما شاء الله. فعلا انت اكتر حاجه بتضحكني في المسلسل، كل مشهد ليك في المسلسل بيضحكني جدا، والطريقه التلقائيه والطبيعيه بتاعته دي هي دي اللي منجحاه، وهي دي اكتر حاجه عاجبه الناس فيه. فكمل واستمر، نقي الادوار، ما تحرقش نفسك ارجوك بعد اذنك. اما برضو من الحاجات اللي انا مبسوط بيها جدا عوده الفنان محمود عبد المغني، او يعني مش عوده، انا حاسس ان هو بقاله الفتره اللي فاتت دي بيعمل ادوار يعتبر ضيف شرف، بيطلع في مشهد، لكن ده يعتبر هو دور رئيسي في المسلسل، او الضابط اللي هيحاول يقبض على محمد امام او كوبرا من خلال احداث المسلسل. وزي ما شفنا يعني الحدث الاخير اللي حصل في الحلقه ال5 ان هو اساسا خلاص رايح يقبض على كوبرا، بس طبعا احساسي ان هو هيهرب وهيشوف له سكه ثانيه. ونفس الكلام على الفنان احمد فتحي، عارف يعمل الدور الشخصيه الكومودينو بتاع البيت.
او اللي هو الشخصيه اللي هو واحد فانيلا قاعد في البيت كده ملوش اي لازمه، عارف يعملها بطريقه مستفزه وبطريقه كوميديه جدا، برضو بيضحكني في مشاهد كتير في المسلسل. وبرضو نفس الكلام على شخصيه هشام اسماعيل، اتمنى ان هي تفضل معانا لحد اخر المسلسل. مش عارف هل يا ترى محمد امام هيبقى مقسم مثلا مسلسل ان هو هيروح يقابل هشام اسماعيل وبعد كده خلاص دي الفقره بتاعته انتهت، بعديها هيروح يقابل محمد ثروت الزميل الاخر اللي كان معاه في الزنزانه، ولا كلهم هيجتمعوا مع بعض؟ اتمنى ان هم كلهم يجتمعوا مع بعض عشان هنشوف ضحك اكتر وهنلاقي اكيد مواقف ما بينهم اكتر. وايضا برضو من اكتر الشخصيات الغامضه في المسلسل حتى الان هي شخصيه الفنان الكبير محمود البزاوي، ان هو تحس ان هو متورط في حاجات كتير. الفنانه منى فضالي علامه استفهام، انا مش فاهم شخصيتها، هل هتفضل شخصيتها بالسذاجه دي ولا هيبقى ليها توستاه في الاخر ان هي مثلا بيبقى ليها علاقه بحد بتراقبه اساسا من تحت لتحت ايا كان ايه. لكن حتى الان اللي هو احنا حاطينها عشان دي اللي هي هتحب البطل وهتفضل معاه، اللي هي عشان لازم يبقى فيه بطله في المسلسل فقط لا غير. اما دلوقتي ممكن نخش شويه على سلبيات المسلسل. يعني انا حتى الان ممكن ما تبقاش سلبيات المسلسل كتيره، خاصه ان انت عارف انت داخل على مسلسل نوعيته ايه. ولكن مثلا شخصيه مجدي كامل بالنسبه لي، وعارف ان في ناس كتيره جدا على راسي من فوق كاتبين بوستات عوده مجدي كامل، ومجدي كامل مقدم دور حلو جدا وشرير. هو مقدم دور حلو بس انا حاسس يا جماعه ان هو بيستنسخ شخصيه عبد الملك زرزور ابراهيم الابيض. حتى الدخله بتاعته اول مشهد ليه وهو داخل، يعني انت شوف المشهد ده هتحس ان هو تقليد او متاثر جدا بشخصيه عبد الملك زرزور. ده اللي انا حسيته الصراحه، عشان ما بقاش اقول حاجه من ورا قلبي، ده اللي انا حاسه. بس يعني هل هو دور وحش؟ لا هو مش دور وحش، ما تقدرش تقول عليه دور سيء او اللي هو ايه اللي انت عامله ده، بس انا بقول لكم كالعاده وجهه نظري. اما بالنسبه لكواليتي المسلسل، بالنسبه لي حاسس ان المسلسل قديم يا جماعه. كواليتي المسلسل تحس ان مسلسل قديم، مش قديم بمعنى التسعينات، تحس انك انت بتتفرج على مسلسل سنه 2007 2008 حاجه زي كده. ده سؤال هساله لكم تحت في الكومنتات، يعني هل انت شايف زي في حوار الكواليتي المسلسل تحسه قديم شويه؟ وايه الحته بتاعت الجن والعفاريت دي؟ انا مبسوط جدا من كل قلبي ان الفقره دي انتهت. كنت حاسس يعني دي برضه ممكن احطها من الايجابيات، ان انا كنت فاكر ان المسلسل هيفضل متجه في حته بقى ان هو هيفضل مولانا وحوارات والناس تجيله كتير والكلام ده، بس الحمد لله هي انتهت في الحلقه الخامسه. يعني مع نهايه الحلقه 5 غالبا الفقره دي هتنتهي، فدي حاجه كويسه ان انت كل شويه بتلاقي حاجه جديده او حاجه مختلفه. اتمنى ان المسلسل يكمل كده، وخاصه ان هو مسلسل 15 حلقه. فبس يا بتوع افلام، ده اول انطباع ليا على مسلسل كوبرا. ان شاء الله ممكن نعمل حلقه تانية كده قبل رمضان ما ينتهي باذن الله، ممكن نعمل حلقه كمان، هنشوف يعني هنشوف خلال الاسبوع القادم ايه اللي هيحصل. وبس ده اللي اقدر اقوله لكم يا بتوع افلام على مسلسل كوبرا حتى الان. ونيجي عند سؤال الحلقه، ايه اكتر مسلسل متعلق بيه او بتحبه لمحمد امام عموما؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وشاركوني في الراي، هل انتوا شايفين ان تحس شويه ان المسلسل الكواليتي بتاعته قديمه؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وبعتذر لكم يا بتوع افلام الحلقه اللي فاتت انا ما ردتش عليكم في الكومنتات، هرد عليكم بدايه من النهارده من الحلقه اللي فاتت والحلقه بتاعت النهارده باذن الله. وفي نهايه الحلقه اتمنى ان انتوا تدوسوا لايكات كتيره جدا 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 وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج وفيسبوك بيج، ولو انت بتتفرج عليا لاول مره اتمنى ان انت تشترك في القناه ده بعد اذنك، ده لو عجبتك الحلقه طبعا. وطبعا اوعوا تنسوا الدعاء لكل اخواتنا في جميع الوطن العربي سواء بالدعاء او سواء بالتبرع، وهسيب لكم لينك التبرعات تحت في الديسكربشن لاهلنا واخواتنا في غزه تحت في الديسكربشن. واحلى مسا عليكم.